تخيل انك بتقابل شخص وسيم وجذاب بيبتسم لك ابتسامة ساحرة، شخص من النوع اللي لما تشوفه تقول ده اكيد حد طيب وجدع. بس تخيل الشخص ده ورا الابتسامة الجميلة دي هو واحد من اخطر القتلة المتسلسلين في تاريخ امريكا، تيد باندي. ايوه، تيد باندي. في القصة دي هنغوص في حياة تيد باندي من طفولته لغاية لحظة اعدامه. استعدوا، القصة مش بس مليانة جرائم لكن كمان مليانة الغاز واسرار ونفسية معقدة. السلام عليكم، انا محمود رمضان. صح، قبل ما انسى، لو اول مره تشوفني متنساش الاشتراك واللايك وتعليقك الجميل. بالمناسبه، عايزين تعرفوا ايه دي؟ اخر الفيديو هقول لكم ايه دي. علشان ما اطولش عليكم يلا بينا للقصه. تيد باندي اسمه الكامل سيدور روبرت باندي. اتولد يوم 24 نوفمبر 1946 في مدينه برلينجتون فيرمونت. امه اللي كان اسمها لويس كاويل كانت عازبه وقت ولادته، وده حاجه مش مقبوله في المجتمع وقتها. علشان كده تيدي اتربى على ايد جده وجدته، وكان فاكر ان هم والديه وان امه الحقيقيه هي اخته الكبيره. لما عرف الحقيقه بعدين كان ليه تأثير كبير على نفسيته، حس بالخداع والارتباك بخصوص هويته وعلاقته العائلية. كبر تيد في بيت مليان بالعنف والخوف. جده كان شخص عنيف ومتحكم، وكان بيضرب مراته اللي هي جدة تيد، وكان بيعذب الحيوانات، وكان بيعمل حاجات كده غريبة. البيئة دي أثرت على تيد بشكل عميق جدا، حيث كان يميل للعزلة ويمضي وقتا طويلا لوحده. رغم انه كان شاطر جدا في المدرسة، ما كانش عنده صحاب كتير في الوقت ده. بدأت تظهر على تيد بوادر العنف، وكان بيحب يتفرج على الأفلام الجريمة والرعب، واهتمامه المتزايد بالعنف والجرائم بقى واضح من خلال سلوكه وأفكاره. كمان تيد كان بيحب يستطلع الحاجات المخيفة، وكان بيتسلل لبيوت الجيران ويشوفهم من النوافذ، ودي كانت أولى مراحل انحرافه السلوكي. كبر تيد ودخل جامعة بوجينت ساوند، وبعدها انتقل لجامعة واشنطن ودرس علم النفس في الجامعة. تخيلوا إن واحد زي ده كان بيدرس علم النفس. اتعرف هناك على بنت اسمها ستيفاني بروكس وحبها جدا، لكن لما ستيفن انفصلت عنه تيدي تحول تماما، بقى عنده رغبة في الانتقام، والصدمة دي كانت بداية تحوله لشخص تاني خالص. بدأ يعاني من مشاكل نفسية عميقة وتطور رغبات عنيفة تجاه النساء. بعد كده حاول يستعيد علاقته بستيفاني ويثبت انه ناجح وذكي، لكنه في الحقيقة كان بيتغير تدريجيا لشخص أخطر. في أوائل السبعينات بدأ تيدي يرتكب جرائمه البشعة، استغل مظهره الجذاب وشخصيته الساحرة في استدراج البنات. كان يمثل انه عنده إصابة أو انه محتاج مساعدة، ولما البنت تقرب منه كان يخطفها ويقتلها بوحشية. واحدة من الطرق اللي كان بيستخدمها تيد انه يلبس جبيرة على دراعه ويطلب من البنات يساعدوه في حمل حاجة تقيلة لعربيته، ولما يقربوا منه كان بيهجم عليهم. كمان كان بيتنكر في زي ضابط شرطة عشان يكسب ثقة الضحايا. باندي كان بيستخدم عربيات مختلفة في كل جريمة علشان يتجنب الشك، وكان بيغير مظهره بشكل مستمر. في 1975 الشرطة قبضت على تيد بعد ما واحدة من ضحاياه نجحت وقدرت توصفه للشرطة. أول مرة قبضوا عليه قدر يهرب من نافذة المكتبة في المحكمة، فضل هارب لمدة 8 أيام قبل ما يقبضوا عليه تاني. الهروب الأول ده كان بداية لسلسلة من الهروب والجرائم اللي هتستمر لسنوات. في الفترة دي باندي حاول يختفي في الغابات، وكان بيعيش على القليل من الأكل اللي يقدر يلاقيه كده. وفي 1977 قدر يهرب من السجن تاني بطريقة مبتكرة جدا، نحت ثقب في سقف زنزانته وهرب من خلاله. المرة دي فضل هارب لفترة أطول، كان بيعيش في شقة قريبة من الجامعة وبيتصرف كأنه شخص عادي. وفي 1978 تم القبض عليه أخيرا بعد ما هرب لفترة طويلة وارتكب جرائم تانية إضافية. المحاكمة كانت مثيرة جدا لأن تيد كان بيدافع عن نفسه في المحكمة وكان بيحاول يظهر إنه بريء، لكنه استغل المحكمة كمنصة للظهور الإعلامي. كان بيستمتع بالأضواء والاهتمامات اللي جاية له من الصحافة. باند كان بيحاول يظهر بمظهر الشخص الذكي والواثق، وكان بيحاول يجادل المحامين والقضاء بشكل محترف جدا، لكن الأدلة كانت دامغة وتم الحكم عليه بالإعدام. وفي السجن تحاول يأخر تنفيذ حكم الإعدام من خلال الاعتراف ببعض الجرائم اللي ارتكبها. كان بيحاول يستخدم الاعترافات دي كوسيلة للتفاوض مع السلطات عشان يأجلوا الإعدام وكده. اعترف بحوالي 30 جريمة قتل، لكن الرقم الحقيقي ممكن يكون أكبر بكتير. كمان اعترف إنه كان بيحتفظ برؤوس بعض الضحايا كتذكار، وده بيظهر مدى وحشيته. الاعترافات دي خلت الناس تشوف الجانب المظلم جدا من شخصيته. تيد باندي فضل في السجن لفترة طويلة جدا، وكان دايما بيدعي انه بريء ويحاول يخدع السلطات باعترافات جزئية، لكن في النهاية
تم تنفيذ حكم الإعدام عليه في 24 يناير 1989 باستخدام الكرسي الكهربائي. بعد إعدامه كتير من الناس اللي عرفوه عن قرب قالوا إنه كان شخص عبقري، لكنه استخدم ذكائه في أسوأ شكل ممكن. فترة سجنه كانت مليانة محاولات للاستغلال والتلاعب بالناس، كان بيستمتع بإحساس السيطرة والاهتمام اللي جايله من الإعلام والزوار. قصة تيد باندي أثرت على كتير من الأفلام والمسلسلات والكتب. هو كان مثال على إن القاتل المتسلسل مش لازم يكون شكله مرعب أو غريب، ممكن يكون شخص عادي جدا وجذاب. قصته خلت الناس تفكر في إزاي الناس ممكن يخفوا طبيعتهم الحقيقية ورا قناع. تيد باندي بيظل واحد من أخطر وأشهر القتلة المتسلسلين في التاريخ، وقصته دايما هتفضل تحير الناس وتخليهم يتساءلوا إزاي ممكن شخص يوصل للدرجة دي من الشر. كمان قصته خلت الناس تفكر في ضرورة دراسة نفسية القتلة المتسلسلين بشكل أعمق لفهم دوافعهم ومنع حدوث جرائم مشابهة في المستقبل. وزي ما وعدتكم أقول لكم إيه اللي في إيدي دي. اللي في إيدي دي هي كرة مكتوب عليها رقم 5، لأن الرقم ده مميز عندي، كمان بتسليني وانا بحكي لكم القصص، وهتكون معانا ان شاء الله في كل الفيديوهات القادمة ان شاء الله. شكرا لمتابعتكم. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. ولو عندكم اي اقتراحات لقصص تانية تحبوا نغطيها في القناة اكتبوا لنا في التعليقات. شكرا لدعمكم المستمر واستنونا في فيديوهات تانية. سلام.